تقييم الوضع بريال مدريد. هل موسم ريال مدريد الحالي يعتبر موسم فاشل ولا موسم جيد؟ صراحة كتير ناس انتقدت السياسة بريال مدريد وانه في لاعبين كتار وانه الناس الكبار بريال مدريد مثل لوكا مودريتش وتوني كروس وكريم بنزيما حيصيروا مثل البقرات المقدسات عند برشلونة، وخافوا من هيدا الموضوع. صراحة إذا بدنا نحكي نحن وحدة يعني فريق أخذ كأس الملك، فريق كان جيد بالدوري إلى حد ما، فريق وصل نص نهائي دوري الأبطال وأخذ لك بطولة كأس العالم للأندية، يعني فريق جاب كذا بطولة هذا الموسم، قدم أداء جيد وما إلى ذلك. صراحة إذا بدنا نحكي أكثر من هيك، حتى خسارة الريال قدام مانشستر سيتي، أول شيء نحن عم نلاعب فريق جدا رائع وجدا قوي، هو الأقوى بالعالم حاليا. اثنين، نحن نفتقد، ريال مدريد يفتقد للهداف. الهداف كثير ناس بتسأل ليش هيك صار وليش ما عندنا نحن هداف. كريم بنزيما أعطاكم موسم سوبر، اجوا يتعاقدوا مع كيليان مبابي، ولكن كانت الصدمة انه جدد عقده مع باريس سان جيرمان، يعني كان الخليفي مستعد يعطيه النادي المهم ما يطلع من باريس سان جيرمان. هيدا كانت صدمة الريال، ولا هو كان معول على استخدام كيليان مبابي. هون كان في عندك نجاعة هجومية رهيبة مع وجود جونيور ورودريجو ومدرب محنك مثل أنشيلوتي، كان كتير حيفرق الموسم. أما بالنسبة للأبطال وهي الهزيمة بالأربعة، يعني صراحة لو بس بتفوت صاروخية مودريتش، عفوا لو بس صاروخية كروس بتفوت الهدف، كانت قلبت كل المباراة، كانت اختلفت الموازين بهيدي اللعبة، خاصة إنه النهائيات أو الأدوار الإقصائية بتعتمد على الأمور الصغيرة بالملعب. هاي كمان من جهة. فنحن إذا نحن بدنا نيجي نقيمه هلأ لريال مدريد، بيكفي أنت تدعم الظهيرين وتجيب مهاجم سوبر وخلاص بينتهي كل مشاكله، لأنه ريال مدريد عناصره الشابة أكتر بكتير من الناس القديمة. يعني عندك رودريجو، فالفيردي، فينيسيوس، عندك بيلينغهام إذا تعاقدوا معه، تشاوميني، كافامينجا، ميليتاو، روديجير، يعني حتى هدول ما كانوا كتير كبار. عندك انت شو اسمه، عندك فريق يعتبر فريق شاب، بس بينقصوا شيء واحد، الدكة ضعيفة، وعندك الهجوم ناقصه المهاجم الهداف. انشيلوتي كثير ناس طلعت انتقدته انه انت ما عندك الا فينيسيوس وهي الخطة الوحيدة وشو هالتخبيص. صراحة انشيلوتي يعني ما كان بايده يعمل الا هيك، لانه الوضع بريال مدريد كان منهار لما اجى، وما قدر يعمل الا هيدا الطريقه، وفعلا جاب نتيجه كتير عظيمه. بس هيدا الموسم الظروف ما ساعدت من جهه، والناس هلا لوكا مودريتش وكريم بنزيما اللي كانوا من اهم العناصر السنه الماضيه ما كانوا بمستواهم ابدا، لهيك انهار ريال مدريد يعني ليرجع للواجهة، ليرجع لسكة البطولات الكتيرة، ما بده إلا تعاقد أو اتنين وبيرجع ريال مدريد اللي نحن بنعرفه. واعطوني رأيكم بالتعليقات وشيروا لايك، ويعطيكم ألف عافية وسلام.